السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طلابي الأعزاء، أخباركم إيه؟ الحمد لله الكتاب نزل بكل سلامة، وصل بالسلامة. زي ما اتفقنا إن إحنا هنذاكر من الكتاب وهنحل أسئلة الكتاب، فإحنا شرحنا أوريدي الدرس الأولاني، بس تعالوا مع بعض نحل الإكسرسايزز اللي موجودة في كتاب المعاصر كلها خاصة بالدرس الأولاني اللي إحنا كان بيقول إيه؟ structure of the atom. طيب احنا عرفنا ايه الماتر وايه الاتوم، والاتوم بتتكون من ايه، وايه الاتوميك نمبر والماس نمبر والايزوتوب والبروتون والنيوترون والالكترون، كل الحاجات دي ايه شرحناها. طيب تعالوا ندخل على طول في التدريبات. وطبعا قلنا اللايف ابلكيشن اللي هو الان بي كي فيرتلايزر، الان كان انديكيت النيتروجين كان بيعمل ايه في الاوراق، والفوسفورس كان بيعمل ايه في الجذور، والبوتاسيوم كان للصحة العامة للنبات. طيب تعالوا ناخد من أول الأسئلة. الأيزوتوب طبعا خدناه، ماشي. Just your understanding. ده أسئلة الكتاب وإحنا أوريدي حليناها، تمام؟ هنبتدي في أسئلة المعاصر. أول حاجة في المعاصر بيقول لك إيه؟ بيقول لك write the scientific term. إيه هو ال scientific term اللي موجود عندي؟ أول حاجة anything that has mass and volume and occupies space. إيه هي؟ the matter. برافو عليك. the building and structure unit of any matter. إيه ال building unit اسمها إيه؟ atom. The first scientific theory about the atom. مين أول واحد حط theory كان اسمه إيه؟ دالتون. The first module of the atom based on experimental basis. مين أول واحد قال موديول عن الأتوم، عن شكل الأتوم على نسبة إلى التجارب اللي عملها، كان اسمه إيه؟ رازرفورد. تمام، رازرفورد موديول. طيب New Zealand physicist who won the Nobel Prize in Chemistry 1908 كان مين هو؟ رازرفورد. تمام؟ طيب بعد كده positively charged particle found inside the nucleus of the atom. ايه اللي شحنتها موجبة جوه النواة اسمها ايه؟ protons. برافو. 7. A subatomic particle whose charge can be neglected but its mass can't be neglected. التشارج بتاعتها الشحنة neglected، ممكن ان انا ما اهتمش بيها، لكن الماس ما ينفعش ان انا neglected ليها، وهي subatomic. يبقى مين اللي شحنتها متعادلة بس الماس بتاعتها كبيرة؟ كان اسمه ايه؟ نيوترونز. برافو عليكم. A subatomic particle دي خلاص. 8. Negatively charged particle in the atom. أول ما ألاقي negatively charged particle وأنا مغمض أقول إيه؟ electrons، لأنه بيكمل revolving around the nucleus، بيلف حوالين النواة. Subatomic particle whose mass equal 1/1836. مين هو؟ الإلكترون. Number 10. Chemical components that are used to improve agricultural production. مين الكيميكال بروتين؟ ايه هو المنتج الكيميائي اللي بيستخدم في الزراعة عشان يحسن الزراعة؟ كان اسمه ايه؟ fertilizer. تمام. Number 11. Region where electron revolve around the nucleus according to the energy. مكان بتلف فيه الالكترونات بناء على الانرجي بتاعتها، كان اسمها ايه؟ energy level. تمام. A number written at the lower left side of an element symbol represent the number of the positive proton found inside the nucleus. قلنا السيمبل كان X A و Z. هو عايز أنهي رقم؟ عايز lower left، عايز Z. Z ده اللي هو كان بيقول عليه positive proton، يبقى اللي هو كان اسمه atomic ايه؟ atomic number. تمام. طيب number 13. The sum of the number of proton and neutron. المجموع بتاعهم كان اسمه ايه؟ الماس
Number 14. Different from different forms of the same elements atom that have the same atomic number but different in mass number. هما نفس الفورم بتاعت الاليمنت بس متساويين في الاتوميك نمبر بس مختلفين في الماس نمبر. كان اسمهم ايه؟ النظائر اللي هي كان اسمها بالانجلش ايه؟ الايزوتوب. يبقى الايزوتوبس. تمام كده؟ تمام. طيب تاني حاجة choose the correct answer. Each of the following is matter. كل اللي جاي ده consider matter ما عدا حاجة واحدة. air, light, sand, table salt. مين فيهم؟ ايه هي الماتر؟ كان أي حاجة فيها ماس وفوليوم واوكيبايز سبيس. طيب الاير بيتكون من الماتر اللي هو هيدروجين ونيتروجين في اتومز كتير. اللايت ده ضوء. الساند ده سيليكا ده نوع من انواع الاتوم يعني نوع من انواع الكومبوننت. التيبل سول NaCl. تمام. فكل دول ماتر ما عدا ايه؟ ما عدا اللايت ما عدا الضوء. تمام. دي موجات ضوئيه دي حاجه ثانيه. تمام. طيب تاني حاجه which of the following is characteristic of the nucleus of an atom. ايه اللي جاي هو خاصيه من خصائص النيوكليوس الايه؟ النواه بتاعت الاتوم. positively charged هل هي موجبه الشحنه؟ negatively charged هل هي negative charge؟ ولا contain negative charge؟ ولا contain negative charge proton؟ طبيعي ان احنا عارفين النيوكليوس فيها ايه؟ فيها البروتونز الموجبه يبقى positively ايه؟ charge. يبقى number 2 is A. طيب the mass of proton equal 1 gram 1 kilogram 1 unit mass ولا 1 milligram 1 unit mass. Which of the following choices express the relative charges of the component of the atom. مين اللي جاي بيقول يعني الصح للبروتون التشارج بتاعتها كذا، الالكترون تشارج كذا، النيوترون كذا. البروتون اولا ايه؟ كان موجب صح؟ يبقى بوزيتيف 1. يبقى A ودي غلط مش هشوفهم اصلا. يبقى انا بختار ما بين سي ودي. طيب الالكترون كان ايه؟ نيوترون متعادل ولا نيجاتيف؟ نيجاتيف. طب النيوترون متعادل يبقى رقم سي هي اللي ايه؟ يبقى لتر سي هي اللي صح. The mass of atom is approximately equal to the sum of masses of. الماس بتاعت النواة تقريبا هي السم بتاعت مين ومين؟ بتاعت البروتون والنيوترون. هو الايه؟ الماس نمبر اسمه كده مجموع البروتون والنيوترون. طيب on comparing the charge of proton to the charge of electron. لو انا هقارن ما بين شحنة البروتونات بشحنة الالكترونات في النواة of any element, the charge of the proton is التشارج بتاعت البروتون هي أكبر من التشارج of electron of the same type. هي أكبر في الكم يعني مثلا دي بلس 10 ودي بلس 3 ولا هي أكبر في الشحنة بس مختلفة في التايب يعني من نيجاتيف ولا الاثنين equal في الماجنتيود equal to the charge of electron in magnitude and the same type ولا equal of the charge of electron in magnitude and opposite type. واحدة هي مبدئيا الإجابة الصح رقم إيه؟ letter D. طيب هو بيقول لك إيه هنا؟ لو أنا هقارن بين شحنة البروتونات وشحنة الإلكترونات تمام؟ فشحنة البروتون أكبر في الكم من الإلكترون وهي نفس النوع يعني الاثنين بوزيتيف أو الاثنين نيجاتيف؟ طبعا غلط. طيب هل هي أكبر في الكم في الرقم بتاعها يعني بس في مقلوبة عن التشارج بتاعت الالكترون يعني هي بوزيتيف والالكترون نيجاتيف او العكس؟ طيب يبقى الاولانيه لا. الثانيه هي مش اكبر في الكم اصلا هو ده نيجاتيف 1 وده بوزيتيف 1 يبقى الاثنين متساويين في ايه؟ في الماجنتيود. الماجنتيود اللي هي القيمه العدديه بغض النظر عن الاشاره. يبقى الاثنين متساويين في الماجنتيود but in opposite type. واحده بروتون بوزيتيف وواحده نيوترون الكترون ايه؟ نيجاتيف. يبقى number 6 is letter D. تمام. Number 7. Which of the following group of element has chemical symbol that starts with the letter A
مين اللي جاي في دول السيمبل بتاعته، الكيميكال سيمبلز بتاعته start with letter A. انت كده عايز نحفظهم؟ لا بالراحه، تعالى نشوف هنعملها ازاي. aluminum, silver, lithium. gold, aluminum, sodium. gold, mercury, silver, aluminum, silver, gold. طيب نمبر 7 بيعتمد ان احنا قلنا بعض العناصر وانت ابتديت تعرف مين فيهم زي ما هو واخد اول حرفين من اللاتيني زي الالومنيوم EL في كله، ومين اللي واخد الانجليش بتاعه، يعني مين اللي واخد اللاتيني الحروف بس هو بقى بالانجليش، يعني زي السيلفر، الجولد. تمام. طيب مين فيهم هنا start with letter A؟ اولا الليثيوم اللي، الصوديوم اللي، ميركوري Mg. تمام. سوري في حاجه حصلت غريبه. تمام تمام كده. يبقى الليثيوم لا، الميركوري لا، الصوديوم لا، يبقى مين؟ الومنيوم، سيلفر Ag، وAu اللي هو الجولد. يبقى نمبر ايه؟ نمبر 7 is letter D. تمام؟ تمام. طيب the opposite table listed 2 elements. What are the symbols of the first and the second element representatively? طيب هنا بيقول لك ايه؟ عندي تيبل اهو، first element second element، عايز الريبريزنت بتاعه، السيمبل بتاعه. طيب السيمبل يا جماعه عشان ما تبقوش خايفين، احنا كده كده هناخده في الدرس الثاني وفي الدرس الثالث وهنفضل نراجع مع بعض. فهو هنا بس بيحاول يفتح دماغك. يعني انت عندك first element بالانجليزي اسمه كاربون سوري، باللاتيني اسمه كاربون. تمام. طيب احنا بناخد ايه؟ احنا بناخد اول حرف او اول حرفين. طيب في الانجليش الثاني بقى، الثاني كبر، الثاني كبر اللي هو الايه؟ نحاس. وباللاتيني كوبريوم. طيب هنا وهنا هناخد ايه؟ هناخد الكربون حرف السي الاولاني. فالاثنين في الانجليش واللاتيني في الفيرست اليمنت حرف السي. تمام؟ تمام. يبقى مين هنا مش معانا؟ نمبر سي ده مش معانا، يبقى احنا هنختار من A وB او D. طيب بعد كده عندي كبر كوبريوم، هاخد السي او ولا هاخد السي يو؟ هاخد السي او ولا هاخد السي يو؟ طيب احنا كنا بنسمي على لاتيني ولا على انجلش؟ على لاتيني، يبقى السي يو. تمام. يبقى الاجابه الصح letter D، carbon and CU اللي هو الكبر. تمام. تمام. Which of the following represent an element and its correct symbol؟ مين هو هنا element والcorrect symbol بتاعه؟ potassium B، phosphorus F، nitrogen NI، chromium CR. مين هنا صح؟ هو الكروميوم. تمام. بوتاسيوم اساسا كي مش بي، لان اللاتيني بتاعه مش بوتاسيوم. فوسفورس بي، نيتروجين ان، مفيش ان اي، هو الكروميوم بس اللي هو السي ار. تمام. طيب بعد كده what are the elements which compose glucose؟ اوكي بصوا، هو بالنسبه للاسئله بتاعت المعاصر هي شويه تقيله على الدرس الاولاني. تمام، لان ما كانش فيه الكلام ده كله شرح في الكتاب المدرسي اللي شرحناه. بس احنا هنخلص التدريبات كلها وهنحل مع بعض، وان شاء الله من الدرس اللي جاي هنحل وهنشرح من كتاب المعاصر زي ما معوداكم، نشرح الدرس وبعد كده نحل التدريبات. تمام. تعالوا نحل مع بعض رقم 10. هنا بيقول لك جلوكوز مركب كيميائي. تمام. بيتكون من ايه؟ احنا قلنا ان الاتومز او الاليمنتس تبقى مكتوبه بحرف كابيتال، صح؟ حرف التي انديكيت لمين؟ للكربون. حرف الاتش انديكيت لمين؟ للهيدروجين. حرف الاو اكسجين.
يبقى الجلوكوز بيتكون من 3 عناصر او من 3 elements: كربون، هيدروجين، اكسجين. تمام؟ يبقى لتر ايه؟ لتر بي. تمام. بعد كده which two components do contain the 3 essential elements required for plant growth؟ مين ال3 منتجات المهمة اللي محتاجينها في البلانت جروث؟ رقم 11. طيب بص برضو دي بالنسبة لكم يعني فاكرين لما خدنا الفيرتلايزر NPK كان فيه نيتروجين وايه؟ فوسفورس وايه؟ كان ايه كمان؟ كان بوتاسيوم NPK صح؟ طب مين اللي فيه 3 حروف؟ بص انا بحل زيكم على فكره. نيتروجين، فوسفورس، بوتاسيوم، كي. صح؟ NPK صح كده؟ احنا مش عارفين رقم 11 ومش فاهمين ده ايه. طب احنا خدنا الفيرتلايزر بيتكون في NPK في 3 element، في النيتروجين، في الفوسفورس، وفي البوتاسيوم. طيب ال NPK فين هنا في الاربعه؟ ده ما فيهوش كي، ده ما فيهوش بي، ده اهو في الاخر دي. ده منتج، ده مركب كيميائي بعدين تبقوا تاخدوه. تمام؟ هو ده NPK. تمام؟ المنهج الجديد بيعتمد انك فاهم اكتر من انك حافظ، فلازم تبقى مركز. تمام؟ طيب رقم 12 the fertilizer packages contains the 2 components ده وده. What are the elements essential for plant growth in the packages؟ انت عندك ادي مركب كبريتات نسيت حاجه بقى، كبريتات البوتاسيوم. تمام؟ والكبريتات النشادر ولا دي مش فاكره اللي كان اسمها ايه. تمام؟ طيب دول نوعين من انواع الفيرتلايزر كومبوننتس. اوكي؟ طيب ايه المهم في دول عشان يبقى موجود؟ كان مين ومين؟ النيتروجين ومين؟ والبوتاسيوم زي ما قلنا فوق. ادي النيتروجين وادي البوتاسيوم، ادي النيتروجين وادي البوتاسيوم. تمام كده؟ تمام. يبقى رقم 12 is C، بوتاسيوم ونيتروجين. طيب the number of elements the number of electrons that can saturate each energy level in atom equal to 3 times the energy level twice energy level twice the cube of energy level number. هنا هو بيتكلم على، فاكرين القاعدة بتاعت 2 في N أس 2 2 multiply 2 over 2 صح؟ فين هنا؟ twice هي مرتين السكوير of the energy level number صح كده؟ اللي هي دي شايفين دي معناها ايه؟ دبل يعني twice اهي في ال N أس 2 N أس 2 يبقى ايه؟ level number squared صح كده؟ يبقى رقم 13 is B. in the relation دي the simple n refer هو ال n هنا كانت معناها ايه؟ الانرجي ليفل نمبر وانت مغمض. تمام؟ اوكي. in the atom Mg 12 has atomic mass number equal to. طب بالراحه قبل ما نيجي نشوف الاجابات، احنا عندنا كام بروتون في الام جي؟ 12. كام نيوترون؟ ايه ده؟ نحسبه ازاي؟ نحسبه ازاي؟ نطرح 24 من 12 عشان نعرف عندنا كام نيوترون. 24 من 12 يعني كام؟ يعني 12. يبقى الام جي في 12 الكترون، في 12 بروتون، في 12 نيوترون. تمام؟ طيب نيوترون يبقى an atomic number equal to its mass number. طبعا لا، اساسا رقمين مختلفين يبقى لا. الثاني mass number equal to its number of neutron. ما فيش الكلام ده. تمام. number of proton equal to its number of neutron. طبعا صح وحسبناها. يبقى number 15 is letter C. حلوا الاسئله بالراحه كانكم بتتكلموا مع نفسكم. انا اول مره احل الاسئله دي معاكم لايف، بنحلها سوا، بنفكر سوا. تمام؟ طيب رقم 16 the number of negatively charged particles in aluminum Al 1327 is كام وحده سالبه؟ كام تشارج سالب؟ بالراحه. الاتوميك نمبر فين؟ is 13 and 13 means that
the proton and the electron صح؟ proton 13 والالكترون كمان equal 13 يبقى انا عندي كام نيجاتيف تشارج؟ 13 تمام كده؟ تمام كده. The energy level L in silicon contain هما كانوا بيبتدوا ايه يا جماعه؟ L M N وهكذا. اي ليفل L بيشيل اكتر من كام الكترون؟ هو بيشيل 2 بس. سوري كي ال ام في كي بيشيل 2 تمام. ال كان بيشيل كام؟ 2 ضرب ان اس 2 ان كاب 2 هنا يبقى 2 2 4 يبقى بيشيل 8 يبقى ال ليفل اللي هو السكند ليفل كي ب 2 ال هيشيل كام؟ هيشيل 8 الكترونات. انا اتلخبطت فيها تمام؟ طيب which figure represents the outermost energy level of sulfur؟ sulfur فيه 16 و32 احنا بنكونفيجر على ال 16. طيب تعالوا نكونفيجر على ال 16. اول واحد كان هيشيل كام؟ كي 2 ال 8 يبقى 2 و8 شلنيهم يبقى ناقص كام من ال 16؟ 6. طيب ال 6 هتبقى في ايه؟ كي ال ام في outer shell او outer most energy اللي هو الام صح كده؟ يبقى الام فيه 6. مين انهي صوره من دول فيهم 6؟ اهو 1 2 3 1 2 3 سي تمام كده؟ تمام كده. The last energy level contains 7 electrons in the atom of آخر level طاقة بيشيل 7 فأنهي أتوم من اللي موجودين دول؟ تعالوا نشوف. النيتروجين هنا 7 أساسا هيتقسموا ازاي؟ 2 6. طب الإف 2 8. الصوديوم 2 8 1. البي 2 8 كام؟ 5 صح كده؟ يبقى مين اللي شال 7 في الآخر؟ letter B. يبقى 19 is letter B واحنا حسبناها. طيب which of the following choices express the number of component in the nucleus of the atomic Fe 26 56 الحديد 26. طيب هنا بقول لك ايه؟ مين من اللي جاي بيريبريزنت الاف اي؟ يعني هو بيقول لك فصص لي الاف اي. شايف الحديد؟ فصصه لي. قول لي في كام نيتروجين؟ في كام نيوترون؟ في كام نيوكليون؟ في كام بروتون؟ نيوكليون؟ ايه ده؟ يعني ايه نيوكليون؟ يا راجل ما هو نيوكليون يعني ايه؟ يعني مجموع البروتونات ومجموع النيوترونات يعني الماس نمبر. يعني هنا قصده هنا الماس نمبر. يبقى طبيعي ان انا لما اجي هنا اشوف الاختيار ايه وبي هتنفع؟ لا يبقى سي ودي. هو واحد من سي ودي مبدئيا. ليه؟ لان هو اللي فيهم الماس نمبر 56 56 56 يبقى ايه وبي مش هشوفهم اصلا. يبقى انا كده بختار من حاجتين. طيب اول حاجه الاف اي عنده 26 كام؟ بروتون. مش ده بروتونات او الالكترونات؟ طيب هنا قايل لك 30 ده نيوترون. فين البروتون هنا؟ 26. يبقى بالتبعيه كده 26 بروتون نيوكليس 56. اطرح 56 من 26 هيديك عدد النيوترونات اللي هي 30. يبقى انت ليه؟ شفت انت حلتها بمنتهى السهوله ازاي؟ تفصص السؤال وتشوف ايه اللي تشوز اللي انت مش هتاخده. تختار من اللي تشوز الصح فهتلاقي واحده او اثنين هم اللي بيبقوا صح وتبتدي تفصصهم عشان تعرف ايه الصح فين. تمام؟ What is the symbol of element X whose atom contain 18 protons 18 electron 22 نيوترون؟ بالراحه. طيب هو بيقول لي ايه؟ بيقول لي الاكس. ماله الاكس فيه 18 بروتون. واو 18 بروتون يعني هو ده الماس ايه؟ الماس نمبر اللي هو انهي رقم؟ اللي كان فوق ولا اللي كان تحت؟ اللي كان تحت. يبقى انا هختار ما بين ايه وما بين سي. دول واحد منهم صح. يبقى بي ودي شلتهم من حساباتي اصلا. طيب يبقى ايه او سي. اللي بعد كده ايه اللي بعد كده؟ 18 الكترون مش عايزهم دلوقتي هم بيساووا 18 بروتون 22 نيوترون. يبقى انا ناقص لي اصلا الماس نمبر صح؟ انا ناقص لي المجموع. يبقى اما انا اجي اجمع 22 على 18 هيدوني كام؟
هيدوني 36 ولا هيدوني 40؟ 22 و18 40، يبقى الليتر سي هي اللي صح. ماشي. The isotope of the same element has all the following in common. كل حاجة شبه بعضها ما عدا حاجة واحدة. احنا قلنا بتساوي في كل حاجة ما عدا الماس number أو number of of neutron. يبقى letter C. Which of the following figure represents the structure of tritium atom? Okay. طيب يقول لنا هنا مين tritium atom. فاكرين الايزوتوب الخاصة بالهيدروجين 1 و2 و3 صح؟ فهنا فين التريتيوم أصلا؟ التريتيوم أنهي لتر فيهم؟ دي. تمام؟ التريتيوم فيه دي 2 نيوترون. هو كلهم هيبقى واحد، يبقى ده طبعا غلط ماليش دعوة بيه، هو 1 من 3. ده الهيدروجين، ده اللي بعده، ده اللي بعده. التريتيوم اللي هو التالت اللي هو Which of the following is an isotope for the element O للأكسجين؟ مين هنا الايزوتوب للأكسجين؟ احنا قلنا ايه هيختلف في مين؟ هل اكسجين 8 ولا هل اكسجين 18 ولا هل سلفر ولا هل سلفر 16 و18؟ مين فيهم؟ طبيعي الايزوتوب هو نفس الاليمنت باختلاف، يبقى الاكسجين ايه؟ 18 ده ايزوتوب خاص بالاكسجين. تمام؟ From the following hypothetical element symbols, which of the symbol represent isotope of the same element? طيب هو هنا يعني انا فارض لك elements كلهم اسمهم x ومغير يعني ليهم atomic number وماس number. قول لي مين الايزوتوب فيهم؟ قول لي مين الاثنين الايزوتوب؟ طب بالراحه كده عشان نحل الموضوع ده. الايزوتوب هنا المفروض يبقى ايه؟ الرقم اللي تحت زي بعض صح كده؟ مين اللي رقمهم الاثنين زي بعض؟ اللي هو الاتوميك نمبر هم اول اثنين 17 و17، يبقى هم دول ايزوتوب مع بعض. ليه؟ لان الاتوميك نمبر زي بعض بس مختلفين في الماس نمبر، يبقى هي رقم ايه؟ لتر ايه 25 هي اللي صح. تمام؟ تمام. Say atoms which symbols 1 و2 و3. ماشي تمام. Which of the following is correct؟ مين اللي جاي هو اللي صح؟ مين اللي جايين هو اللي صح؟ بالراحة. مين الايزوتوب بالاخر؟ هو 3. مين الايزوتوب فيهم؟ ده وده صح؟ ليه؟ لان الاثنين 19 اهو، يبقى الايزوتوب 19 و19 ايزوتوب اوف ذا سيم ايه؟ اليمنت، لكن ده مش ايزوتوب طبعا ولا ده، يبقى هي اختيار رقم ايه؟ في حاجات بتبقى الاجابه بتاعتها واضحه على طول، ما تقعدش توجع دماغك فيها. تمام؟ هو عايز الايزوتوب خلاص هم دول. تمام؟ 27 احنا هنخلص الفيديو ده على فكرة على التشوز بس عشان ما يطولش أكتر من كده. 27 atomic number of an element equal the mass number when the atom doesn't contain إذا في إيه. الatomic number للإليمنت equal the mass number لو الاتنين ساووا بعض يبقى الأتوم دي ما فيهاش إيه؟ ما فيهاش إلكترون؟ أكيد لأ. ما فيهاش بروتون؟ أكيد لأ. ما فيهاش نيوترال بارتكل؟ طبعا اللي هو نيوترال بارتكل بتساوي ايه؟ نيوترون برافو عليك. 28 What is the number of nucleon in the nucleus of the element U atom 235. What's unit of nucleon؟ الاتوميك ماس مجموع البروتون اند النيوترون، يبقى هي مين هنا الصح؟ 235 برافو عليكم، يبقى الليتر سي هي اللي صح. Which of the following is correct about the two atoms؟ عندي two atoms مين فيهم صح؟ ايه اللي جاي؟ بيقول صح. بيقول أول حاجة they are two different elements due to the difference in the number of neutron. They are different elements due to the number of proton مختلفين. They are isotope because the number of nucleon is كذا. They are isotope to the element because the number of proton كذا. طبعا يعني وانت مغمض الإجابة الصح هي letter B لأن هم دول مختلفين. ليه؟ لأن عدد البروتونات مختلف والأتوميك ماس مختلف. دول اثنين عنصرين موجودين ورا بعض في الجدول الدوري 23 و 24. يبقى letter B هي اللي ايه؟ اللي صح. The following figure represents the nuclei of some elements.
عندي دول نيوكلياي فيها بروتون ونيوترون وهكذا. Which two figure represents the nuclei of atom of the same element؟ مين الاثنين اللي زي بعض of the same element؟ راحة. أنا عندي 4 مختلفين. طب ازاي same element؟ انتوا فاكرين إن كان في حاجة اسمها same element ايزوتوب فيهم عدد البروتونات بس مختلفين في عدد النيوترونات؟ يبقى مين اللي زي same هنا؟ إن رقم البروتون هم زي بعض، يبقى مين ومين؟ 1 و 2. يبقى الإجابة الصح هي إيه؟ هي letter A. From the opposite table, which of the following atom or isotope of the same element؟ مين فيهم isotope ولا مغمض عدد البروتونات بيساوي بعض؟ صح، اللي فيهم عدد البروتونات بيساوي بعض، وبالطبيعية عدد البروتونات بيساوي عدد الإلكترونات لأن كل الأتومز هنا نيوترال. يبقى مين؟ W and Z. يبقى W and Z. يبقى letter C is correct. 19 19 19 19. وادي الاختلاف في النيوترون اهو. شفتوا احنا عرفنا نحل ازاي من غير ما حتى نبص على الاتوم، من غير ما نبص على التيبل. انا عارفه ان المعلومات كتيره على دماغكم وكبيره شويه، بس تعالوا زي ما احنا بنحل مع بعض. انا بحل معاكم لايف، انا ما حلتش الحاجات دي قبل كده، فبنفكر سوا. انا بفكر بدماغي، ممكن تكون دماغي بس اكبر شويه عشان انا دارسه الحاجات دي، بس تعالوا نراجع مع بعض. واي حد محتاج اي حاجه انا معاكم في اي حاجه. انا هحاول على قد ما اقدر ابسط لكم المنهج ده عشان تشربوه. تمام؟ طيب يلا عشان قربنا نخلص دي وناخد بريك ونبقى نفتح فيديو تاني نكمل فيه باقي الاكسرسايزز الكتير قوي. طيب يلا بينا. Among the isotope of carbon 12 and carbon 14 which of the following is correct؟ دول الاثنين ايزوتوب، مين في اللي جاي correct؟ تفتكروا هيبقى مين؟ 2 ايزوتوب لازم يبقى بينهم ايه؟ same proton number صح؟ مختلفين في نيوترون. طب تعالوا نشوف ايه الجمل. 2 isotope have the same number of neutron. طبعا لا. 2 isotope different in the number of nucleon. صح. nucleon المجموع هو اللي غلط. 32 is letter B. طيب. The opposite figure shows the structure of an element atom. Which of the following figure represents the structure of isotope؟ بالراحة كده. هنا في حتة مقصوصة. المفروض بالتبعية طبعا لو الكتاب ده كامل في 2 الكترون. ليه؟ لأن في 2 بروتون اهم، فلازم دول 2. طيب أنا عندي 2 الكترون، يبقى أنا بدور على مين؟ أنا بدور على حاجة فيها 2 الكترون في الآخر. يبقى يا ده يا ده يا ده، ده ماليش دعوة، دي من بره الحسبة. طيب دي مش معايا. طيب بعد كده أنا عايز الايزوتوب، أنا عايز نفس عدد البروتونات ومختلف في عدد الإلكترون في عدد النيوترون. يبقى مين؟ وأنا مغمض. هنا في 2 جمع بوزيتيف، يبقى هنا في 2 بوزيتيف، يبقى رقم ايه؟ بس كده. أنا حليت معاكم الجزء بتاع تشوز. أتمنى تكون حليته صح، فهمتوا إحنا بنفصص الأسئلة إزاي، فهمتوا الأسئلة بتتكلم إزاي، عارفة إنه تقيل، عارفة إن الأسئلة تقيلة، بس أنا إن شاء الله بفضل ربنا سبحانه وتعالى أنا هتشالنج معاكم المنهج ده، نحله سوا، ولو في أي حاجة مش عارفينها أنا معاكم، وهنحاول نظبط لايفات مع بعض إن إحنا نحل لايف وأنتوا تحلوا وإحنا نصحح ونشوف الحاجات دي مع بعض. كانت معاكم اسمها الجزء الأولاني من الإكسرسايزز المعاصر لحد ما نكمل برضه الباقي، عشان بس إيه ميبقاش الفيديو كبير عليكم أكتر من كده. هنكمل باقي الأسئلة في الفيديو اللي جاي إن شاء الله. أنا معاكم، وباي باي 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 باي.